السلام البنات، كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ الوصفه ديال اليوم هي عباره على واحد الكيك ديال الشكلاط بواحد الطريقه اللي بسيطه، والمقادير ايضا بساط كما عودتكم دائما. وواحد الكلاصاج اللي خطير، كيجي واحد الكلاصاج معلق وزوين. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه والمراحل. ديال البيضات مع قبيصه ديال الملحه، شويه الخل، واحد تقريبا معلقه الخل، بالنسبه لهنايا عندي هنا الزيت 4 كاس د الزيت، والباقي ما خويت 4 كاس د الزيت وزدت الباقي ديال الماء. كنزيدو واحد كاس وربع سنيده، حيت باقي الكلاصاج غيكون شويه حلو، يعني غير كاس وربع سنيده. كنخلطو صافي هادشي مزيان، وكنبداو نضيفو غنصاوب فيها كاس د الكاكاو مع كاس ونص ديال الدقيق. عملت 2 كيسان ديال الطحين مع كاس ديال الكاكاو، غنعمل معاهم واحد 2 خمارات ونص، حيت داك الماء مع الخل كيخلي هادشي طالع. يعني ما غنعملوش 3 د الخمارات، غنعملو واحد كما قلت لكم 2 ونص، 2 خمارات ونص. بعد ما زدت الخمارات هاهم على هاد الشكل، صافي غندخل الطيب العافيه مهيله، وعاد ندوزو باش نقادو الكلاصاج اللي غيجي من فوق. عندي نص كاس ديال سنيده مع نص كاس د الزيت ونص كاس د الحليب، واحد معلقه ديال القهوه و2 معالق ديال الكاكاو. غنخلط في الخلاط السكر مع الحليب مع الكاكاو والقهوه حتى يتخلطوا مزيان، ونبدا كنضيف ديك الزيت غير شويه بشويه بحال كنطلع المايونيز. صافي واحد الكلاصاج ديالنا واجد، ما كيحتاج لا يطيب لا والو. الكيك ديالنا هو وجد. انا بعد ما كنخرجو من الفران كنخليه حتى كيبرد شويه، عاد كنخوي عليه داك الكلاصاج وكنعملو على شي شبيكه باش كيبقى كيقطر الى داك الفائض كيتحيد. صافي وكنخليه حتى يبرد وكنقطعوه بالصحه والراحه. بالنسبه للتزيين انا عملت غير شويه ديال الكركاع، كيبقى التزيين كما كنقول لكم دائما اختياري. فكنتمنى هاد الطريقه هذه ديال هاد الكيك تعجبكم. دائما الى عجبكم الفيديو ما تنساوش لي لايك، واللي كيشوف القناه ديالي لاول مره ما تنسايش تضغطي على الزر الاحمر مع تفعيل الجرس. ومرحبا بكم، مرحبا بالبنات الجداد عندي، وشكرا على التعاليق الزوينه اللي كتخليولي، والى الفيديو القادم ان شاء الله.